السلام عليكم. فيديو ديال اليوم كان طلب من الناس اللي بغاو قريشلات اولا قرص اقتصاديين، اللي يقدروا يبيعهم بواحد الثمن مناسب ولكن يكون فيهم الربح. فاليوم ان شاء الله غادي نشاركهم معكم بطريقه سهله وبمكونات بساطين واقتصاديين وكيجيو لذاذين وتقدروا تربحوا فيهم ان شاء الله. غنحتاجوا كيلو و300 غرام ديال الدقيق، كاس وربع ديال السكر اولا تقدروا تزيدوا، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ومعلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه اولا تقدروا ديروا واحد فيهم، 2 معالق كبار ديال المزهر، وكاس ديال الزيت. كيف ما قلت لكم بالنسبه للكميه ديال السكر تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا، وكنديروا واحد القبيصه ديال الملح وكنبداو نعجنوا بالماء يكون دافي. بالنسبه علاش استعملت انا كيلو و300 غرام، لانني غادي نحسب هاد القرص اولا القريشلات غادي نعبرهم، فكل وحده غندير فيها 80 غرام. فهاد الكميه ديال كيلو و300 غرام غادي تخرج ليا 30 حبه. صافي بعد ما كنعجنوا العجينه ديالنا كتكون مطلوقه كنخليوها ترتاح، ومن بعد كنرجعوا نخرجوا من داك الهواء اللي فيها ونشكلوا على شكل كرات. انا بالنسبه لهاد الكرات كنعبرهم، كل كره فيها 80 غرام، وهاد الكميه كتعطيني 30 حبه. صافي بعد ما كنشكل هذوك الكرات كاملين كنحاول نقرصهم غير شويه، وكندهنهم بالبيض اولا بيضه كامله مع شويه اولا نقيطات ديال المزهر اولا نقيطات ديال الماء، تقدروا ديروا الفاني اولا اللي بغيتو، وكنرش بالزنجلان. وغادي ندخلهم في الفران كيكون سخون من قبل، كنشعل عليهم من التحت ومن الفوق. بالنسبه للفوق دائما يكون منقوس حتى الاخير باش ما يتحمروش لكم قبل ما يطيبوا. المهم هو تخليهم حتى يخمروا على خاطرهم باش يجيكم ناجحين. هنا بعد ما طابوا ليا القريشلات اولا القرص كيكونوا على هذا الشكل، كيجيو منسمين بالمذاق ديال المزهر وداك النافع وحبه حلاوه اللي درت معكم. كما كتشوفوا معايا كنحاول كندوزهم بشويه في المهراز باش كيعطيو ديك الريحه ديالهم. هنا راني خادمه الشنيك، خادمه دوك لي بان سويس، كانت عندي طلبيه مخلطه، وراه سبق لي شاركت معكم في الشنيك والباقي. واليوم شاركت معكم هاد القريشلات اولا القرص، واخا راني فايته حتى هما شاركت معكم بعده طرق. شوفوا معايا كي كيجيو مقطنين خفافين، والنسمه هي اهم حاجه، كيجيو منسمين بهذا النافع وحبه حلاوه. اللي تقدروا ديروا غير واحد فيهم، غير حاولوا تحكوهم كيف ما درت لهم انا في المهراز، ولا دقوهم ولا ديروا لهم اللي بغيتوا، ولا طحنوهم غير شويه باش كيخرجوا ديك النسمه اللي فيهم. بالنسبه للثمن ديال البيع، انا الا كنت غادي نبيعهم للكليان مباشره، مثلا انا هادو غندفعهم من المدرسه راه كنحسبهم لهم بدرهم. الا كنتو غادي ندفعوهم للحوانت اولا المحلابه راه ضروري غتحسبهم اليوم ب 16 ريال باش يدي معكم مول الحانوت ولا مول المحلابه هذيك 4 ريال. غير هو كنحسبهم ب 16 فوقاش الا كنا غنخدموا واحد الكميه كبيره. واكيد مول الحانوت ولا مول المحلابه راه غادي يطلب لكم كميه كبيره، وغتحسبهم لي بديك 16 راه عندكم فيهم الربح. وكيف ما قلت لكم الا كنا نخدموهم كليان مباشره هكا الموظفات ولا المدارس ولا هذا، راه كنحسبوهم بدرهم. هادو اللي فيهم ما فيهمش عفوا الزبده، ما فيهمش الحليب وما فيهمش البيض. الا كنا غنديروا البيض والحليب والزبده اكيد راه الثمن غادي يختلف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم.